ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وبه نستعين، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. انتوا عارفين ان انا امبارح عملت معاكم البسله والرز، فانا بصراحه عايزه اعمل شويه اي حاجه يعني اجدد بيهم الاكل، فقلت هعمل شويه فريك. هعمل شويه فريك معاكم اهو. جبت حله على النار زي ما انتوا شايفين، وحطيت فيها معلقه سمنه. كمان يا بنات انا نقعه كوبايه فريك، غسلاها ونقعاها في طبق. هسيح معاكم السمنه كده. عايزه اقول لكم ان انا كمان نزلت كده الصبح ورحت طلعت على الشارع عندنا، لقيت عزيزه اللي انا صورت لكم معاها قبل كده عندها فلفل احمر بس مش بلدي. انا بصراحه بحب الفلفل ده قوي، اعمله هريسه هوريهولكم دلوقتي بس بعد ما اخلص الفريك اهو. ده الفريك اهو، كوبايه فريك زي ما انتوا شايفين اهي، غسلاها ومصفياها بس ونقعاها. شايفين الفريك ده اللي جايلي مع الزياره؟ ما انا جايلي فريك وملوخيه وشويه فلفل وشويه قصدي بلح، هي دي الزياره اللي جايلي. هنزل بالفريك اهو وهشوحه بقى شويه في الماده الدهنيه بتاعتي دي. هحط كمان شويه زيت ذرة. اقلب كده. انا بحب اشوح الفريك عشان ما يشربش مني الشوربه. عايزه اقول لكم ان والدتي الله يرحمها الف رحمه ونور عليها، ادعوا لها بالله عليكم فضل وليس امر يعني. كانت بتحب تاكل الفريك ده قوي مني، الله يرحمها الف رحمه ونور عليها. هشوح الفريك وارجع لكم تاني. انا كده خلاص زي ما انتوا شايفين اهو، شوحت معاكم الفريك. هنزل بشويه ميه شويه ميه مش كتير زي ما انتوا شايفين كده، وهبتدي بقى انزل بالتوابل بتاعتي. التوابل بتاعتي اللي هي ايه، شويه فلفل اسود، شويه بهار صغيرين اهو، وهحط كمان مرقه دجاج. اقلبه. اهم حاجه ان الفريك بتاعك يتشوح زي ما شفتوه معايا كده خالص في قلب ايه، الماده الدهنيه بتاعتك. انا عليت النار اهو واغطيه واسيبه شويه. هغطي خلاص الحله واسيبها شويه، بعد كده ارجع لكم تاني. بصوا بيغلي اهو الفريك زي ما انتوا شايفين. انا عايزاه يتشرب الميه اللي فيه دي خالص. هغطي عليه وهدي النار واسيبه. هو ده الفلفل اللي انا قلت لكم جبته منها الصبح. جبت 4 كيلو ونص زي ما انتوا شايفين اهو. لا ده تكميل ميزان اهو.
ده 2 كيلو وربع، وده 2 كيلو وربع. ده انا هعمله هريسه معاكم. يعني هقول لكم انا بعمله ازاي هريسه، وافرزه واحطه في الفريزر، بس انا مش هعمله دلوقتي بصراحه. فانا بس حبيت اوريه لكم كده. عايزه اقول لكم كمان ان انا جبت منها كيلو ونص ب10. الفلفل ده غالي لان الفلفل ده مش بلدي، بس انا بحبه عشان خاطر بيبقى مسكر وتخين، يعني بيرمي معايا لحم، والحرقان بتاعه ما بيبقاش حراق قوي. فهبقى اعمله معاكم في فيديو تاني واوريكم انا بعمله ازاي. خلاص كده يا حبايب قلبي، انا جبت طبق شوربه اهو، هحطه على الفريك. احط شويه كمان ولا اشوف بس السمك بتاعه قد ايه. خلاص هو كده حلو. بصوا كده يا حبايب قلبي، انا جبت بصلايه طبيخ قطعتها مكعبات عادي، وحطيت فيها معلقه سمنه زي ما انتم شايفين اهو. انا بطش الفريك بالبصلايه. هسيح معاكم السمنه كده. عبال ما السمنه تسيح هحط شويه ملح للفريك عشان انا محيقتهوش. هحمر بقى البصلايه دي عشان هطشها بالفريك بتاعي. هو سهل جدا يعني، ما بياخدش وقت، بس بيبقى طعمه حلو. انا بصراحه بستخدم فريك الضحى، بس انا قلت اجرب الزياره دي، بس بصراحه ما عجبنيش. هو فريك بلدي بس مكسر، مش 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 حلو يعني، بس يلا وعملناه وخلاص. فريك الضحى بصراحه بيبقى ممتاز، ولا فيه زلط ولا طوب ولا اي حاجه. الفريك السايب بيبقى مليان زلط، مهما تنقيه برضو فيه زلط. فانا بصراحه بحب فريك الضحى. انا مش عارفه هو وصل لكام دلوقتي. انا سمعت ان هو الكيس وصل ل60 جنيه تقريبا، فاما اجيبه بقول لكم سعره قد ايه. اشوح بقى البصلايه كده عشان ما اكترش عليكم الفيديو، وارجع لكم. انا بشوح في البصله زي ما انتم شايفين اهو، هي خلاص هي داخله في التحمير. على فكره انا مش حاطه لها سمنه نباتي، انا حاطه لها حته سمنه بلدي، عشان طبعا انتوا عارفين الفريك بقى بيحب السمنه البلدي، او اي تقليه عامه انا بحب احمرها بالسمنه البلدي. اشوح فيه لغايه ما يحمر معايا. دخل اهو في التحميره خلاص. انا مش عايزه احرقه، بس عايزاها كلها نفس اللون. خلاص كده. خلاص كده كفايه. اقرب دي معاكم كده. خلاص كده انا كده خلصت الفريك زي ما انتم شايفين، وطشيته اهو.
التقليه دي كلها هتنزل تحت، بس يعني اديها شويه كده هتنزل. عايزاكم تصلوا على النبي وتوحدوا الله، ولا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وما تنسوش تعملوا لي اللايك والشير والاشتراك في القناه.